مكونات جهة إقليميم وذنون عقدت مساء اليوم لقاء حاشدا بالجماعة الترابية المحبس المتاخمة لمنطقة تندوف لتأكيد وقوف كل ساكنة الجهة وراء مبادرات جلالة الملك محمد السادس لطي ملف النزاع المفتعل حول الصحراء والتشديد على تجنيد الجميع للذود عن ثوابت الوحدة في مواجهة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمملكة من جماعة المحبس الحدودية بإقليم آسازاك. روبورتاج لحافظ محضار، جمال الخصاصي ومحمود الشراكي. حشود غفيرة من ساكنة أقاليم جهة إقليميم وذنون حجت إلى مركز الجماعة الحدودية المحبس لتأكيد تجند كل مكونات الشعب المغربي وراء جلالة الملك للذود عن ثوابت وحدة هذا الوطن والدفاع عن كل ذرة رمل في مواجهة المناورات العدائية والاستفزازات المتواصلة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة. ممثلو مختلف قبائل هذه الجهة الجنوبية بعثوا برسائل قوية خلال هذا اللقاء التاريخي إلى أعداء وحدة المملكة، أكدت على تأهب الجميع لصون المكتسبات التي راكمها المغرب في مسار الطي النهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، وآخرها الاعتراف الأمريكي بالسيادة الكاملة للمملكة على كامل التراب الوطني. نحن سعداء كساكنة جهة إقليميم وذنون أن نتواجد في هذا المقام المبارك، مقام المحبس الذي شهد انتصارات تلو انتصارات أيام المغفور له الحسن الثاني في السنوات السبعينات والثمانينات والتسعينات. نحن سعداء أيضا بتواجدنا اليوم من هنا لنهنئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، نهنئه على الانتصارات التي حققها ويحققها. تلكم الانتصارات المتمثلة في الدبلوماسية، في قيادة الدبلوماسية المتبصرة والحكيمة. هذه الاحتفالية هي احتفالية طبيعة الحال عفوية لأعيان ومجتمع وسياسيين و يعني مختلف مشارب مكونات جهة إقليميم وذنون، تأييدا للخطوات الملكية السامية لهذه الدبلوماسية الملكية التي أعطت نتائج. طبيعة الحال جئنا اليوم لنثمنها ولنبارك خوات جلالة الملك في هذا الإطار. طبيعة الحال هذا الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على أراضيه وعلى صحرائه هي طبيعة الحال خطوة كبيرة جدا وخطوة ذات وقع كبير على القضية الوطنية الأولى. ومن هذا المنبر نشكر الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها إزاء المملكة المغربية. جئنا لنجسد من هذه المنطقة، من منطقة المحبس العزيزة، فرحتنا إلى إخواننا بهذه المنطقة وفرحتنا بهذا الاعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاعتراف إن شاء الله اللي على منوال إن شاء الله الولايات المتحدة الأمريكية ستفتح قنصلية بمدينة الداخلة، والتي هذه القنصلية التي تكون انطلاقا إن شاء الله للتنمية بالأقاليم الجنوبية. هذه القنصلية اللي إن شاء الله التي ستجلب لنا مجموعة من المستثمرين. المتدخلون خلال هذا اللقاء التواصلي دعوا كافة الصحراويين بمخيمات تندوف إلى استثمار جو الانفراج والعودة إلى أحضان هذا الوطن الذي يسع الجميع للمشاركة في بناء مستقبل آمن مستدام بمنطق لا غالب ولا مغلوب في إطار مبادرة الحكم الذاتي. مشاركون من كل أطياف الجهة عبروا عن تقديرهم واعتزازهم بتضحيات أفراد القوات المسلحة الملكية الباسلة تحت إمرة قائدها الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية صاحب الجلالة الملك محمد السادس. تواجدنا اليوم من جماعة المحبس النقطة الحدودية الأخيرة، أي خطوط التماس، خير دليل على التفاف ساكنة جهة إقليميم وذنون وراء قرار صاحب الجلالة الأخير والمتمثل في اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه. وإننا إذ نعتز بهذا القرار التاريخي لنثمنه خير ما تثمين ونشد على أياديه ونعتبره إنجازا تاريخيا
في حق قضيتنا الأولى، ألا وهي الوحدة، قضية الوحدة الترابية الوطنية الأولى، ألا وهي الصحراء المغربية. جينا نقولوا على أن احنا رانا صف واحد مغاربة جنبا إلى جنب مع ملكنا، وجينا نشكروا الموقف الأمريكي في قضيته باعترافه وبتضامنه مع وحدتنا المغربية من الشمال إلى الجنوب. وجينا نشكروا كذلك جميع الدول اللي شاركت ووضعت قنصلياتها في المناطق الجنوبية، وجينا نقولوا على أن احنا رانا في صف واحد. أكدوا للعالم بأسره على أننا جنود مجندين وراء صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله من أجل الدفاع عن وطننا وضد كل من سولت له نفسه المساس بمقدساتنا الوطنية. كذلك نحن الآن في جماعات المحبس في سلم واطمئنان ولله الحمد، وجماعات المحبس هي من الجماعات التي تزهر بالعديد من المشاريع التنموية ولله الحمد. نشكر جلالة الملك لمواكبة هذا الملف المهم جدا. القضية الأولى قضية الوحدة الوطنية، نؤكد من هذا المنبر على أرض المحبس، هذه الأرض المباركة، نؤكد أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. تحية خاصة لجميع الساكنة اللي حضر معنا اليوم اللي كتحتفل بهذا الإنصاف الدولي التاريخي الهام واعتراف تام دولي بالمغربية الصحراء. لقاء تواصلي ميزه إصدار بيان باسم تجمع سكان وقبائل جهة قليميم وأدنون تضمن الإشادة بجملة المكتسبات التي تحققت في مسار حلحلة النزاع المفتعل حول الصحراء، وتأكيد تجند كل مكونات المنطقة وراء مبادرات جلالة الملك لتعزيز فرص تنمية وتطوير ربوع الجهات الجنوبية من المملكة. يعلن تجمع سكان وقبائل جهة قليميم وأدنون المقام بتراب جماعة المحبس ما يلي: تثمينه لمضامين خطاب صاحب الجلالة بمناسبة الذكرى 45 للمسيرة الخضراء المظفرة، الذي شدد على كون المغرب ماض في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية بالأقاليم الجنوبية، إشادته بتوجيه المغرب لتعزيز جاذبية الأقاليم الجنوبية وفتحها أمام الاستثمارات الدولية، وتثمين خطوات افتتاح قنصليات الدول الشقيقة والصديقة في العيون والداخلة. ترحيبه بالمرسوم الموقع من طرف فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب باسم بلاده والرامي إلى اعتراف أمريكا بسيادة المغرب على كافة أراضيه الصحراوية وفتح قنصلية بمدينة الداخلة. دعوته لكافة الصحراويين في مخيمات الحمادة إلى استثمار جو الانفراج والعودة للوطن للمشاركة في بناء المستقبل الآمن والمستدام بمنطق لا غالب ولا مغلوب في إطار مبادرة الحكم الذاتي. تقديره لتضحيات أفراد قواتنا المسلحة الماثلة وجهودها المباركة في الذود عن حمى البلاد بشرف وإباء تحت إمرة قائدها الأعلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. ونثمن عاليا جهود قوات الأمن بكافة تشكيلاتها في تأمين استقرار وأمن البلاد والعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى برقية ولاء وإخلاص رفع المشاركون خلال هذا اللقاء من ساكنة وقبائل الجهة إلى جلالة الملك، شددت على تأهب الجميع للدفاع بالغالي والنفيس عن ثوابت الوحدة وصون مكتسبات الرخاء والاستقرار والطمأنينة التي تنعم بها الأقاليم الجنوبية للمملكة.